انت عارف انه احدث نسخة حاليا من الكاب كات بقت بتمنتج لوحدها؟ لا ومش بس كده، ده كمان الموضوع مجاني تماما. تعال اقولك ازاي. اول ما بتدخل الماتيريال على الكاب كات بالمنظر ده، اعمل سيلكت على كل الفيديوهات اللي انت محتاج تستخدمها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. انا مثلا محتاج استخدم مجموعه الفيديوز دي. كل اللي انا هعمله ان انا هسحبهم دلوقتي على التايم لاين بالشكل ده. هتلاقي في اضافه موجوده هنا جديده ومكتوب عليها فري، ومكتوب عليها اي اي كليبر. مجرد ما بتضغط عليها بالمنظر ده بيفتح الصفحه اللي انت شايفها قدامك دي. هنا بيقول لك اوتو ارينج كليب، يعني هيرتب لك الفيديوهات على حسب الحاجات اللي هو شايفها اقوى فيجيبها لك في البدايه. وهنا كده بيقول لك الديوريشن بتاع الفيديوهات دي هيكون اوتو، ولا عايزه من 0 ل 15 ثانيه، ولا عايزه من 15 ل 30 ثانيه، ولا من 30 لدقيقه، ولا اكتر من دقيقه. كل اللي انت هتعمله هتظبط المده اللي انت عايزها من هنا. انا هسيبها اوتو، وهاجي بعد كده هقول له جيت كليبس. طبعا لازم تكون فاتح الانترنت وتسيبه يشتغل لغايه ما يخلص ونشوف هيعمل ايه. وطبعا هو دلوقتي خلص، وزي ما احنا شايفين قدامنا فتح القائمه اللي احنا شايفينها دي كده. وهنا رتب لك الكليبات على حسب اهميه الكليبات اللي هو شايفها. يعني هو شايف ان ده رقم واحد مهم جدا، بعد كده رقم اتنين، وهكذا. لو انت مش عاجباك النتيجه اللي طلعت، تقدر تيجي هنا كده وتقول له كليب اجين، فهيعيد لك الترتيب مره تانية. ولو انت عايز تعمل الكلام ده كله من الاول، تقدر تضغط على كلمه سيتنجز من هنا كده، فهتعمل اوتو ارينج مره تانية. ولو انت موافق على النتيجه اللي هو طلعها، كل اللي انت هتعمله هتضغط على سيف، وهتلاقي كده ان هو اختصر لك الفيديوهات بتاعتك وقصقص لك منها الحاجات اللي مش مهمه. ومش هتلاقي فيه اي هزه مثلا في الكليب بتاعك، هتلاقي كل اللقطات بتاعتك المهمه جابها لك على الشاشه بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. وطبعا لو انت بتشوف الفيديو ده على التيك توك او الانستجرام، هسيب لك لينك القناه في البايو. ولو انت بتشوف الفيديو ده على يوتيوب شورتس، هسيب لك لينك فيديو مهم جدا، ادخل وشوف.